أسد وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء يتجدد في يوم مجيد من أيام هذا الوطن، في شهر كل لحظة من لحظاته هي نفحة من نفحات الخالق تبارك وتعالى. ألا فتعرضوا لنفحات ربكم أعزائي في شهر رمضان المبارك. وما بالكم في هذا الشهر المعظم في ليلة هي الأبهى والأزهى للمصريين كافة، هي ليلة 10 من رمضان، هي يوم 10 من رمضان، ذاك اليوم الذي يجسد مجد هذا الوطن وتاريخه. لولا هذا اليوم، يوم 10 من رمضان أو 6 من أكتوبر، ما كان 25 من يناير، ولا كان 30 من يونيو، ولا كان ما نحن فيه من عز ومن فخار أعزائي، في لحظة تبني فيها مصر استقلالها الوطني، في لحظة تحقق فيها مصر بداية الطريق للهدف الأول لثورة 30 من يونيو، متمما لأهداف 25 من يناير، والتي جاءت بعيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، أهداف وطنية مستحقة. فأزادت عليها 30 من يونيو، أزادت عليها الاستقلال الوطني والإرادة الوطنية الحرة. ولن أمل أن أردد وأكرر، أول ملامح الاستقلال والإرادة الحرة ألا تكون خاضعا لأحد، ألا تكون صاحب اليد السفلى، ألا تكون عايش بالسلف، ألا تكون مقترض من هنا ومن هناك. وهذه البداية أن نعيش على قدر دخلنا، أن نعيش على قدر استطاعتنا. وخطوة تحريك أسعار البنزين والسولار خطوة أهنئ عليها المصريين، أهنئ عليها المصريين بحس وطني خالص، رغم بعض الاستغلال والانتهازية من بعض الفئات التي ستقوم في قريب الأيام، إلا أن هذه الخطوة هي خطوة حقيقية لتحقيق إرادة وطنية حرة واستقلال وطني حقيقي يستحق احتفالا وتمجيدا شهر رمضان المعظم ويوم 10 من رمضان. تهنئة ربما على عكس هوى الكثيرين ممن يعانون من زيادة أسعار، وأنا واحد منهم، لكن علينا أن ندرك أن مصر تبصر جادة الصواب وتبصر الطريق الصحيح وبدأت تسير فيه. وما أعظم هذه الكلمات التي جاء عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال ببساطة الحوار الذي تحدث به: الناس بتحبك، ليه تصدر قرارات تخلي الناس تراجع نفسها أو بعض من الناس تراجع نفسها في حبك؟ لا، لأنه هو بيحب مصر وكلنا بنحب مصر، والحق أحق أن يتبع. هذا هو خلاصة القول، وهذا هو معنى وفحوى الاحتفال بالعاشر من رمضان. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أبناء شعب مصر، من منتسبي هذا الجيش، ومن الشعب الباسل البطل الذي وقف حصنا منيعا في ظهر هذا الجيش وأمده بكل ما أعوزه ليحقق النصر. هذه القلوب التي عبرت كأنها لم تعبر من ضفة إلى ضفة، وإنما عبرت من ليلة دامسة الظلمة إلى نهار وفجر ساطع الشمس المنيرة. إننا مع هذه الليلة ومع هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا في عزة مصر وعزة شعبها، مع متابعة الزميلة هبة عنان لذكرى 10 من رمضان، هذا النصر المؤزر: دمتم في عزة ودامت مصر في نصر وفي كرامة. نتابع. 10 من رمضان هو يوم العبور بالتقويم الهجري، ففي هذا اليوم عبرت مصر من الهزيمة والفشل إلى العزة والكرامة، وأثبتت للعالم قدرتها وقوتها على فرض سيطرتها على أراضيها. وحول هذا الحدث التاريخي كان لنا هذا التقرير. تمثل لك إيه ذكرى 10 من رمضان؟ طبعا انتصار حرب أكتوبر ورجعت لنا سينا، دي حاجة عظيمة جدا، ومحدش يقدر ينسى اليوم ده من مصر، رغم ان انا ما عشتش فيه بس ما اقدرش انساه ابدا. بتفكرنا بحرب اكتوبر اللي كسبناها قبل كده، والحمد لله ان احنا قدرنا نعمل حاجه زي كده في رمضان. بس بتمثل لي نصر اكتوبر وكده واحلى 10 ايام عدوا من رمضان صوم، ان شاء الله ربنا يتقبله منا ان شاء الله. بس اتمنى ايه لمصر في العبور اللي جاي اللي احنا فيه دلوقتي؟ اتمنى تنضف شويه، بس هي تمشي شويه بدل ما هي واقفه كده
وحكومة تروح حكومة تيجي، واحد يروح واحد يجي، مش قادر تثبت على حاجة، بس ربنا يسهل. طبعا حضرتك ده يوم عظيم جدا كلنا بنعتز بيه، اجدادنا اللي حاربوا وشاركوا في الحرب العظيمه دي، ويعني وما كناش هنبقى كده دلوقتي، واتطهرنا من اسرائيل ويعني وحسينا بكرامتنا، كرامتنا رجعت لنا تاني ان شاء الله، وهترجع ان شاء الله دلوقتي، والبلد هتنضف ويبقى مفيش في واسطه، وكل الناس هتبقى كويسه ان شاء الله. ويعني ده طبعا بيمثلها حاجه صرح عظيم طبعا، يعني 73 والناس كانت صايمه في رمضان ونزلت تحارب عشان البلد تفضل ومصر تفضل، يعني حاجه عظيمه طبعا. يعني احنا على اعتاب عبور جديد، بيمثل لك ايه؟ بتفكر في مصر تبقى ازاي في العبور الجديد اللي احنا فيه؟ اتمنى ان كل الناس يبقى في فرص عمل لينا للشباب، كل واحد يتخرج يلاقي فرصه عمل يشتغل فيها، والناس تشتغل بقى، مش عايزين نفضل قاعدين كده ما بنشتغلش، كله يشتغل يعني بالعمل، كل حاجه هتقوم نلتزم بالقانون، يعني مفيش حد يمشي يكسر اشاره حاجه كده، عايزين نلتزم القانون ونشتغل بقى، يعني نحب بلدنا بقى. العاشر من رمضان ده كانت بمثابه المعجزه طبعا تحت القياده الحكيمه الرئيس الراحل محمد انور السادات، والجيش والشرطه والشعب كلهم اتكاتفوا يوميها، وطبعا كفايه ان هم عملوا عمليه ان هو الجيش الاسرائيلي لا يقهر، دي كانت اكذوبه، وهم طبعا حققوا ده طبعا اكيد. وغير كده وبعد كده طبعا بعد الانفتاح الاقتصادي اللي كان بعد كده، فيعني الحرب كانت مفيده، وانا شايف ان هو النصر في حرب كنت اتحاشى منها واعمل معاهده سلام بعد كده، فانا شايف ده يعني قمه الابداع وقمه العبقريه في الرئاسه السياسيه. مصر حاليا على اعتاب عبور جديد، تتمنى ايه لمصر وتتمنى ان انت تشوفها ازاي؟ ان شاء الله مصر هتبقى احلى وبناسها وبشعبها، وعاشت مصر حاكما وشعبا. والله يوم العاشر من رمضان ذكرى طبعا حرب اكتوبر، فجيشنا العظيم طبعا الانجاز العظيم اللي هو حققه يوم العاشر من رمضان، ف يعني جيشنا خير واغنياء الارض، فيعني هم صايمين طبعا الانجاز اللي هم حققوه، دي حاجه طبعا يعني لازم نتكلم فيها، فيعني ربنا يخلي لنا جيشنا. مصر على اعتاب عبور جديد، بتتمنى ايه لمصر في العبور القادم؟ والله انا بتمنى طبعا مصر تبقى احسن، بس كل واحد يتقن عمله والناس تتقي الله يعني، بس مش اكتر، وان شاء الله مصر تبقى احلى ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله. كمواطن عربي بيمثل ليك ايه يوم العاشر من رمضان؟ هو يوم تاريخي، وبقول مبروك لمصر اليوم ده يعني. ومصر حاليا دلوقتي على اعتاب عبور جديد، تمام، برئيس جديد وحكومه جديده، تتمنى ايه لمصر؟ والله بص، انا بقالي هنا حوالي سنه ونص، البلد جميله قوي يعني، والناس محترمين جدا يعني، والاسكندريه برضو جميله، وبتمنى توفيق للبلد دي يعني. ما وبحب اقول حاجه، ان مصر ام الدنيا، وشعبها برضو محترم قوي يعني، وبيعاملنا احنا السوريين معامله كويسه قوي يعني. وبتمنى للرئيس المصري الجديد التوفيق للبلد دي. يوم العاشر من رمضان طبعا كل ايام رمضان ايام حلوه وكل حاجه، بس يوم العاشر من رمضان كان 6 اكتوبر، كان يوم طبعا عظيم في مصر، ان مصر سيناء اتحررت من العدو المغتصب يعني. يوم العاشر من رمضان بيمثل يوم الانتصارات يعني، ويا رب يكون يوم العاشر من رمضان السنه الجايه، ودي يبقى يوم حلو كده علينا باذن الله وعلى مصر باذن الله ان شاء الله. مصر على اعتاب عبور جديد، تتمني ان تكون البلد عامله ازاي بعد كده؟ بصي، انا اتمنى ان يبقى في استقرار، اتمنى ان في امن، اتمنى ان ما فيش حد يشتكي من الفقر، اتمنى ان كل بني ادم مهما كان ما يشتكيش من الفقر والحاجه والناس تشحت. الواحد نفسه ان هو بجد ان يبقى في رخاء. ده اكيد الذكرى الخاصه بحرب اكتوبر، وذكرى طبعا كلنا بنفتخر بيها وكلنا بنعتز باليوم ده، تمام، لان حرب اكتوبر بالنسبه لنا كانت حلم الجيل القديم ومستقبل الجيل الحديث يعني، وده يوم يعني يوم تاريخي ما يقدرش حد ينساه اصلا، من الطفل الصغير للشاب الكبير للراجل العجوز، كله موجود في قلوبنا وفي عقولنا. يوم 10 من رمضان 6 اكتوبر يوم جميل، يوم عظيم، نتمنى كده ان يكون في ايام مصر ايام جديده عظيمه زي دي. مصر على اعتاب عبور جديد، تتمنى ايه للبلد في المرحله القادمه؟ والله اتمنى الاصلاح، اتمنى يكون في اصلاح، اتمنى يكون في خير، في حاجات كويسه تظهر للناس، بس اتمنى ربنا يوفق اللي يتولانا ويصلح ما بين ايديه. تحيه تقدير وعرفان لكل من ساهم في هذا الانتصار، فمات لنحيا نحن بعزه وكرامه. هبه عنان، الاسكندريه.
أهلا بكم من جديد. أعزائي، في لحظات هي من اللحظات الغالية التي نتذكر فيها مجد هؤلاء المصريين الذين نحن منهم، ونحن بعض ربما من أبنائهم، وبعض منهم بل الغالب منهم بيننا الآن مما صنعوا لحظة مجد وفخر كبيرة أرادها الله في شهر رمضان المعظم، أرادها الله لهذه الأمة التي ظن أنها ذهبت في هزيمة ولن تعود، فإذا بها تعود وتعيد ما راح وما ضاع، بل وتلملم هذا الشتات. وربما المحطة أو النقطة التالية على ذات الاستقامة بعد 6 أكتوبر أو 10 من رمضان تحديدا، النقطة التالية مباشرة من المجد والفخار سنلتقيها في 25 من يناير. والنقطة على ذات الاستقامة التي تلتها بناء لعز مصر هي في 30 من يونيو. دامت مصر في عزة وكرامة بتضحيات أبنائها، شعب عظيم وهبه الله هذا الجيش الذي حقق هذا النصر بهذا الشعب. أعزائي، في حديث عن لحظة راهنة بها ما بها من متغيرات، صدرت حزمة من القرارات التي على مستواي الشخصي أهنئكم بها أعزائي الكرام. رغم ما بها من رفع لأسعار، إلا أنني ولكل مبصر لجدة الصواب لهذا الوطن، من أراد أن يحقق الهدف الأساسي لثورة 30 من يونيو المبني على إرادة وطنية حرة، إرادة وطنية واستقلال وطني. أول الاستقلال الاستغناء، وجانب من الاستغلال أكرر ألا نكون أصحاب اليد الدنيا، أن نكون أصحاب اليد العليا، وعلى الأقل ألا نقترض وألا نحيا بالسلف. هي محاولة لتقليل هذا السلف، ربما هكذا أراها، ولنرى كيف يراها الخبير الاقتصادي الذي يشرفنا الأستاذ حسام ناصف. أهلا بكم يا فندم. أهلا بك. أهلا بكم، شرفنا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، وأحب أهنيك على المقدمة الجميلة بتاعتك. دمتم بالخير يا فندم. يعني شكرا. اسمح لي يا فندم، إلى أي مدى هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية كانت لها علاقة بالضرورة؟ إلى أي مدى هي ضرورية؟ أكيد هي كانت ضرورية منذ فترة طويلة. يعني القرارات دي اللي احنا نعرفها ان هي كانت هتتخذ يمكن في سنة 2011 لولا قيام ثورة 25 من يناير. كان في حزمة من القرارات لإعادة الهيكلة أو نوع من التوازن في الخلل للقطاعات الاقتصادية. فده الحزمة دي كانت واجبة منذ عدة سنوات. هل عند حضرتك ظن أو خيال إن النظام الأسبق أو يعني نظام قامت عليه ثورة 25 من يناير كان لديه نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ أكيد. إيه شواهد حضرتك على هذا؟ أولا الشواهد دي إن كان في كلام عن عمل نوع من التوازن بالنسبة للاختلال الهيكلي في الاقتصاد، ودي كانت بناء برضو على توصيات خارجية وتلاقت مع إعادة هيكلة الاقتصاد المصري اللي ابتديناه من منتصف التسعينات، بحيث إن أنا أقلل الدعم اللي موجود، بس كانت لازم ترتبط بحزمة أخرى، وهي زيادة معدلات الدخل وإعادة توزيع الفائض الاقتصادي لصالح الطبقات الفقيرة والأكثر فقرا. وهو ده الجانب اللي احنا بنبحث عنه، إن القرارات دي لازمة لإعادة التوازن في الاختلال الهيكلي للاقتصاد المصري، إنما لابد أن يعقبها أو يتزامن معها مجموعة من الإجراءات تخفف من وطأة هذه الإجراءات على المواطن العادي أو الطبقات الفقيرة. هذه الإجراءات متأخرة من الزمن من 2011 أم متأخرة من الزمن 30 سنة وزيادة؟ لا، نقدر نقول إن هي كانت لازم تتاخد بشكل تدريجي، إنما ما تتاخدش هذا الجانب فقط بتحمل الأعباء أو تحميل الأعباء على المواطن المصري. يعني كان المواطن المصري بيقول إيه؟ ودي يمكن كلمة صديق عزيز، احنا عايزين رئيس او عايزين سلطة تمد ايدها في جيب مصر مش في جيب الشعب. يعني قبل ما انا اجي واعمل بعض الاعباء
الزائده على المواطن المصري، لا انا بحاول ان انا زي ما قال يمكن الرئيس السيسي احاول اغنيه، احاول اديله مستوى معيشه افضل علشان لما اجي اطبق قرارات اقتصاديه صعبه عليه يقدر يتحمل. وده اللي احنا بنتوقعه من الحكومه في الفتره القادمه. يعني في اي جانب في جوانب الحياه الاجتماعيه هنا للمواطن المصري تضع هذه القرارات، هل هي ضد المواطن بناء على كلام حضرتك؟ لا، هي مش ضد المواطن، هي لمصلحة المواطن. لمصلحة المواطن إذا استغلت الاستغلال الأمثل. هل ينقصها حزمة إصلاحية أخرى؟ المهم بالنسبة لهذه الحزمة إن هي تكون لها رؤية، تكون لها مرتبطة بسياسات تنموية تؤدي إلى التقدم والرخاء. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لازم يبقى عندك رؤية متكاملة، شايف الدولة على بعض. يعني لو عندك رؤية اقتصادية، وبالمناسبة بالنسبة للرؤية الاقتصادية دي احنا بقالنا فترة طويلة ورثناها من العهد السابق رئيس المخلوع حسني مبارك، ان انت بتنكر المشكلة حتى لا تكون مطالب بحلها. يعني عندك المشكلة الاولى بعد الامن على طول هي مشكلة اقتصادية. طب فين وزارة الاقتصاد؟ لا توجد وزارة اقتصاد. عندك ترهل في الهيكل الإداري في الدولة، ومع ذلك لغيت وزارة التنمية الإدارية واكتفيت بالجهاز المركزي الجهاز المركزي للإدارة التنظيم والإدارة، وهو جهاز استشاري وبيقدم سياسات ودراسات. إذا هنا الرؤية الاقتصادية تكون على إيه؟ مبنية ببساطة شديدة كده مثلا على 5 محاور أساسية. أولا الاعتماد والتوسع على المشاريع ذات التمويل الذاتي والمحلي، والذاتي غير المحلي واللي بتعتمد على الاقتصاد الداخلي. تاني حاجة التوسع في المشاريع التي تكون موادها الأولية محلية غير مستوردة من الخارج. صحيح. نمرة 3 بندعم المشاريع وبنتوسع في المشاريع التي تخدم الغالبية العظمى من الشعب، وهو الطبقات العريضة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. رابع حاجة ان يبقى عندنا سياسات بنقول عليها تعظم موارد الدولة اللي هي بتعتمد على التوازن القطاعي، زي قطاع الخدمات والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي. ازاي انا اعمل توليفة من هذه القطاعات بحيث ان هي تعظم من العائد الاقتصادي. واخر حاجة او نمرة 5 ان انا اعمل توازن قطاعي، يعني ما اجيش في مناطق معينة وازود فيها الاستثمار فقط، لا انما اوزع الاستثمار على كل ده. لازم يصب في حاجة يعني يكون مردودها توزيع العائد الاقتصادي لصالح وليس التنمية والسلام. ولازم يبقى عندك رؤية وعندك سياسات متكاملة، وليس كل وزارة جزيرة منعزلة، والمردود بتاعها في إعادة توزيع هذا الفائض الاقتصادي يكون لصالح الطبقات الفقيرة. فكده نقدر نرتفع بيها، لأن احنا وصلنا ل 7% تنمية والمواطن ما حسش بيها. صحيح. فلازم يبقى إعادة توزيع تزداد صعوبة رغم 7% من هنا معدل تنمية. لازم نعرف هكذا قيل يعني. بالظبط، لازم نعرف إعادة توزيع هذا الفائض رايح لمين. جميل. اسمح لي يا فندم، يعني أنت في لحظة تعاقب فيها على إرادة المصريين بناء على 30/6 لا زالت الدول العالم التي لا تقف مع هذه اللحظة مهما قيل لا زالت تعاقب مصر، بمعنى أن السياحة ممنوعة عن مصر. ومن لا يدرك هذا ربما يفتقد كثيرا. يعني لا زالت هناك تحذيرات في معظم دول العالم التي يرتاد أبناؤها أو مواطنوها يرتاد مصر، لا زالت التحذيرات لم ترفع بعد، وبالتالي السياحة معطلة. وحين تعطل السياحة في مصر نتحدث عن 14 مليار دولار سنويا. فأمام هذا النقص الكبير في الناتج القومي المصري، يعني كيف سيكون التعامل؟ أظن أن هذه القرارات هي تعامل مخفف للغاية مع أزمة كهذه. لكن على ما يبدو أن احنا وما دمنا في حضرة اقتصادي كحضرتك لازم ننظر إلى حل أكبر من هذا. هذه القرارات لن حلت مشكلة 51 مليار، لكن أمامنا ربما شيء أكبر لابد أن نحلحل مشاكله. نقص 14 مليار
دولار سنويا، وعلى ما يبدو أن هذا الأمر سيستمر. لن يكون يعني إن جاء النصف 50% من هذا الرقم يبقى شيء رائع، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر سيستمر، وهذا متغير سياسي يؤثر على المعادلة الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية. كيف تتعامل مصر مع هذا؟ هل هذه فرصة رغم أنها أزمة، فرصة لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأفضل، وفي أي القطاعات نبدأ؟ أحب أقول لحضرتك إن إحنا لازم نطمن نفسنا. مصر ذاخرة بالموارد، إذا أحسن استغلالها لن يكون أحد قادر عليه. واللي حضرتك بتقوله إن في نوع من الحصار الاقتصادي بطريقة أو بأخرى، فخلينا نقول إن القوى الخارجية لن تسعد باستقلال القرار المصري وسيادته. فإحنا لازم نتعامل مع هذا الوضع، ولازم نتعلم إزاي ناكل زي ما بيقولوا بالبلدي كده من بين إيدينا. مصر فيها موارد كتير، إذا أحسن استغلالها نقدر نعدي عقبات كتيرة جدا، ولكن لابد من وجود زي ما قلت لحضرتك رؤية مستقبلية نبتدي نحط فيها، نرتب إحنا ونصنع أولوياتنا، وليس إعادة ترتيب الأولويات المفروضة علينا، بحيث إن إحنا يبقى لنا رؤية ونظرة إن إحنا إزاي هنطلع وننهض بمصر بإمكانياتنا الذاتية، وليست بإعادة ترتيب أولويات مفروضة علينا زي ما كان بيحصل من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، ونقول إن القرض منهم هو شهادة للاقتصاد المصري. الكلام القديم ده لازم نبطله، ولازم يبقى عندنا حلول مبتكرة مصرية، ولازم يكون الحلول طالعة من داخلنا وليست اعتمادا على الجهات الخارجية أو نقدر نقول المنظمات الدولية، لأنها في الأول وفي الآخر لو اتكلمنا بصراحة هي تكرس الفقر في مصر. صحيح، وعلى ما يبدو أن هذا واضح للقيادة في مصر، القيادة السياسية ومتخذ القرار، بدليل أن صندوق النقد الدولي يطرح أنه على استعداد لمنح مصر حزمة من القروض، ورغم ذلك مصر قالت شكرا. أكيد. ولجأنا لهذه الحزمة التي ربما أثقلت على بعض المواطنين، ولا ننكر هذا، وسويا ندفع الدولة لتملأ الفراغات الرقابية وفراغات أداء دور الدولة في الرقابة على الأسواق والرقابة على عمليات النقل والتداول، ليكون هناك حق للمواطن. الزيادة إن تتحقق بالنسب الواجبة وليس أكثر. لكن الموارد الذاتية المصرية هل تسمح لنا بأن يعني إذا ما جرى تعظيمها هل تسمح لنا بأن نحقق درجة أوفر من الاكتفاء، أن نحقق درجة أوفر من رفاء ورخاء اقتصادي ورفاء اجتماعي؟ بالتأكيد. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنت بتكلمني على 14 مليار في السنة. إحنا عايزين نقول إن من بعد 30/6 جالنا مساعدات، وده يمكن قالها الرئيس السيسي في الحملة الانتخابية بتاعته، أكتر من 20 مليار دولار. المهم عملنا بيهم إيه؟ يعني هنا حسن الاستغلال للموارد. فإحنا عايزين أفكار، وعندنا أفكار غير تقليدية. إنما وعايز أقول لك إن الدراسات في مصر مفيش أكتر منها. يعني لو عايز دراسة في أي شيء في الدنيا هتلاقي فيها رسالة دكتوراه على الأقل. نستاذ حضرتك نعود للقدرات الكامنة للمقتصد المصري والاقتصاد المصري، ويعني قيام مصر بدورها ومكانتها الحقيقية، بعد أن نتابع الزميل إيهاب الشابوري ورأي المواطن ومعاناة المواطن والمشكلات التي يعانيها نتيجة لتحريك أسعار السولار والبنزين واستغلال بعض المستغلين وجشع بعض الجاشعين. وهذه الكلمات أقولها بغير مواربة، وأقولها ليس للجشع وليس للمستغل، وإنما أقولها للحكومة وأقولها لأجهزة الدولة. لابد أن تكون دولة بما لها من قدرة على القرار وقدرة على القبض على الأمور لتكون في خدمة المواطن. نتابع زميلنا إيهاب الشابوري وشكوى المواطن من النقل والسولار والبنزين. قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين أثر عليك؟ أكيد طبعا، أكيد. طيب أنت شايف القرار إزاي؟ هو المفروض عشان تزود البنزين لازم تزود التعريفة بتاعها، لأن كده هيبقى في مشاكل ما بين سواق التاكسي وما بين الزبون. دي أهم حاجة، زودت التعريفة
لان طبعا من سنه 94 ولا من 93 واقل من كده اهوت البنديره ب 60 سعر، ولحد وقتنا هذا برضك لسه برضك بيتكلموا على ان تقدر تدي البنديره ب 60 سعر. ما بيبصوش بسعر البنزين، بيبص البنديره. المفروض عشان غليت البنزين قبل ما تغلي البنزين لازم تغلي البنديره او تظبط البنديره بتاعت العداد بالذات للاجره. طيب هي الحكومه نزلت تعريفه معينه للطرق ولا لا؟ للطرق ما عنديش فكره ديت. لو الزياده توجه لمشروع تنموي مفيش مشكله منه، لكن الزياده اللي ملهاش غرض كده تبقى يعني غلاسه شويه. والله بالنسبه لقرار البنزين يعني ربنا المستعان يعني ويعينهم ويعين الدوله على اللي احنا فيه يعني، عشان الاقتصاد بتاعنا تعبان وادينا كلنا بنتعاملوا يعني. انت قابلت القرار ده ازاي؟ قابلته طبعا عشان ظروف البلد تعبانه، فلازم نستحمل الظروف عقبال ما الامور تتعدل وتبقى افضل من كده ان شاء الله. هل سبب لك مشاكل مع المواطنين او صعوبات في الاجور والتعريفه؟ لا والله بالنسبه للراكب برضه عنده نظر وبيقدرنا، ومره بتمشي كده ومره بتمشي كده وربنا بيسرها. احنا في وضع اقتصادي لا يرثى له، يعني حالتنا تعبانه. احنا نتحمل شويه، ولكن بالنسبه للراكب حرام ان احنا نكفر عليه يعني بزياده جنيه وزياده نص جنيه والكلام الفارغ ده. لا يعني ربع جنيه على 7 ركاب بالنسبه لنا يعملوا 2 وربع يعوضوني البنزين. لازم يبقى في رحمه. لما انا يبقى عندي رحمه وغيري عنده رحمه وغيري عنده رحمه هتبدا البلد تمشي. انت شايف ان في مغالاه من السواقين ومن بعض الناس في زياده التعريفه؟ في بعض السواقين خلوا الناس جدت، وبعدين يعني في ناس مستنيه الفرصه ديت. هي النسبه اللي انا بحرقها كل يوم، وهي هو الشغل اللي ماشي ماشي. الناس متقبله، عارفين ان في مصلحه، عارفين الراجل بيشيل من هنا بيحط هنا، فاهم يعني. الراجل فاهمهم يعني الدنيا ماشيه ازاي. اسعار البنزين النهارده هي زادت حوالي 70-80%. انما النهارده لو احنا قارنا اسعار البنزين باسعار حاجات اخرى فبنلاقي النهارده ان الاسعار مش مبالغ فيها قوي. هو سعر البنزين فعلا زاد الى 60-70% او اكثر. بس النهارده نشوف احنا النهارده الدوله كانت بتدعم سعر البنزين في ايه؟ انا مع ارتفاع سعر البنزين بس بشروط وبضوابط. معنى الضوابط ازاي؟ ان انا النهارده ما اجيش اغلي بنزين. طب النهارده لو احنا على سبيل المثال عربيات الاجره مثلا النهارده زودت 200%، طب انا زاد عندي 70%، طب ازود 200% ازاي؟ اللي بيدفع الثمن المواطن البسيط اللي هو بيركب العربيات الاجره، العربيات السيرفيس. فالنهارده لابد ان يكون في رقابه على هذه العربيات، لان الدوله النهارده لو احنا بصينا بتدعم البنزين بكم؟ ب 300%. فالنهارده لما تزود لي انا بنزين حوالي 70% مش مشكله، مع ان انا النهارده يبقى في تحسين في حاجات تانية. يعني ما بصش بنزين، ارتفاع السجاير مش مشكله، ارتفاع بعض المواد التانية مش مشكله، اللي هي الخمور والحاجات دي. لا انا بقول انها تغلى اكتر الخمور والسجاير والحاجات دي. انما في ان هو السلع التموينيه يجب ان ننظر للسلع التموينيه اهم من البنزين واهم من السجاير واهم من كله. انت غليت البنزين وغليت السجاير، لا انا بقول لك ان في غالبيه الشعب راضيه عن ارتفاع هذه الاسعار، ولكن ننظر لاسعار اخرى بقى اللي هي القوت الضروري للمواطن المصري. لابد ان ننظر له بنظره مستقبليه، نظره مهمه في سبيل ان هي قوت يومه. أعزائي يعني ندرك أن اللحظة لحظة يعني بحث عن دور أقوى للدولة. الدولة تتخذ القرار الصائب الذي ندرك جميعا أنه في صالح المواطن، لكن نتمنى من الدولة الرقابة والسيطرة على المواقف والسيطرة على السيارات التي تخالف، سيارة التاكسي وسيارة نقل البضائع وسيارة الميكروباص، المشاريع اللي بتنقل الناس صبح ومساء، اللي بتعذب الناس وبتغلي على الناس وبتستغل الناس وبتنتهز الفرصة صبح ومساء. مصر فيها دولة. نعود إلى الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام الدين ناصف. اسمح لي يا فندم، يعني قبل أن نبرح الاقتصاد، إمكانات مصر الذاتية تقدر تحقق لنا يعني في هذه الفترة التي نحن فيها في أزمة
تقدر تحقق لنا شيء في المدى الزمني القريب؟ يعني احنا مدركين ان مصر فيها موارد وفيها ممكن تحقق لنا كمان 5 سنين وكمان 6 سنين، انما في المدى المنظور القريب هل اصلاح منظومه الفساد، هل التعامل مع منظومه الموارد نفسها واهدارها، يعني من اين نبدا لتحقيق شيء حتى من تقليل العجز وتقليل ما يهدر؟ نبتدي بان احنا يبقى عندنا حكومة لا تستعيد الدولة المعروفة سابقا، ان يبقى عندنا دولة تعيد بناء الصورة وليس تجميل الصورة. عايزين حكومة ليست حكومة اطفاء حرائق، يعني عندي أزمة في الدعم، عندي مشكلة مزمنة في البناء، في استصلاح الأراضي، وعايزين دولة لا تتآلف، أو يعني حكومة لا تتآلف مع المشاكل زي الكهرباء أبتدي إن أنا أخفض أحمال. لا، أنا عايز دولة تعيد بناء الصورة وترسم عندها فن رسم سياسات جديدة. من هنا أقدر أقول لك إن إحنا ممكن نحقق نتائج مبهرة حتى من خلال المرحلة. لكن بالنسبة لخفض أحمال الكهرباء ده ضرورة، لو لم تخفض الأحمال ستتلف الشبكة كلها ونعيش في ظلام كامل. بس هتعمل إيه بعد كده؟ إيه خطتك؟ يعني ايه البديل لكده؟ احنا مش عايزين السياسات اللي هي بتتآلف مع المشاكل وليست حلها. احنا ما عرفناش لحد دلوقتي ايه خطة الحكومة لحل هذه المشكلة. مشكلة الطاقة، مشكلة الطاقة ومشكلة الدعم، جزء منها الشريحة ومشكلة الخاصة بتحريك الأسعار، ربما تحقق شيء من الترشيد رفع الأسعار. طبعا لازم هيكون ليها جانب إيجابي، لازم هيكون ليها جانب إيجابي. والجانب الأهم كمان زيادة الوعي، وده دور كبير جدا للإعلام. ان انت النهارده بتحارب حرب اعلاميه، وحرب جايه من فضائيات وجايه من دول وجايه من تقارير في مجلات متخصصه خارجيه، كلها بتشتغل ضد الدوله، وداخليه لازم نقولها برضه، كلها بتشتغل ضد الدوله المصريه الوليده. فمن هنا لازم يكون في دور وعي وتوعية وزيادة الوعي بالنسبة للشعب عموما، وده دور الإعلام كبير جدا. اسمح لي حضرتك خبير اقتصادي وبنتحدث في جوهر المشكلة الاقتصادية، فإذا حضرتك تنقلني إلى احتمال الحل واحتمال المسبب، نقلتني للوعي السياسي، نقلتني من حديث الاقتصاد لحديث السياسة. إلى أي مدى السياسة تملك حلولا لهذا الواقع الاقتصادي؟ حضرتك بتتكلم على السياسة من أنهي جانب؟ هل من الجانب الحكومي ولا من جانب الأحزاب ولا من جانب الشباب الثوري ورؤيتهم؟ يعني عندي كذا جانب لازم يكون في تكامل بينهم. يعني عايزين نقول إن ما دون الرئيس الحقيقي لن يكون مقنعا للشعب. احنا عايزين القرارات دي تقدر تلم الشعب بجميع طوائفه، من أحزاب، من حكومة، من شباب ثوري النهارده له طموحاته واحلامه التي لن يتنازل عنها وهيدافع عنها، وهيكون عنده حسم كبير جدا لاي شخص يقف امامه، خصوصا بالنسبه للحكومه اللي احنا شايفينها قراراتها نقدر نقول منقوصه الى حد ما في التنفيذ، في الاليات بتاعه التنفيذ، وفي عرض المشكله على الشعب، لانها لازم تاخد الشعب في جانبها. بالنسبه ان الحكومه هي التي قصرت في عرض او في خلق وتشكيل وعي مناسب للمواطن، وعي سياسي مناسب لتقبل مثل هذه القرارات او لغيرها، وربما ما هو اصعب، وربما نكتفي بهذا. يعني الحكومه هي التي قصرت في خلق هذا الوعي. اكيد لازم نقول، وده مش عايزين ان هو يأثر، لان احنا عندنا رئيس انتخب ب25 مليون. الاداء بتاع الحكومة النهاردة ممكن ينقص من هذه الشعبية، وهو بنفسه قال ان انا مش هبص لشعبيتي دلوقتي، انما الحكومة لو قادرة على انها ان افعل الصواب، ان افعل الصح كده. وعمل الصح والاحق ان يتبع، وده شيء احييه عليه، واظن كل المصريين يحيوا عليه. انما الاهم ان الحكومة تقدر تصل بهذه الفكرة لتخفيف سلبياتها ولزيادة الوعي الشعبي بيه، بحيث ان هو يتقبل هذه الاعباء، ان هو لازم يفهم هو بيساهم بهذه الاعباء ليه وبيتحملها ليه، والاعباء دي لو تحملها هتحسن من احواله المعيشيه ازاي. يعني لازم يكون الشعار الرئيسي للحكومه هي تحسين الاحوال المعيشيه للشعب. فاذا هي ما حسستش الشعب ان هي القرارات دي هتؤدي الى تحسين احواله المعيشيه،
لهذا الجيل والاجيال القادمه اللي احنا مش عايزين نسيب لها ديون فتبقى هي مقصره. الحكومه عندها ادوات كتيره تقدر تستخدمها، انما زي ما بقول احنا محتاجين الى تغيير الصوره وليس تجميلها. ان الموضوع مش موضوع ان هو يوصل مكتبه الساعه 7 الصبح او ينزل يعمل زيارات ميدانيه، انما عايز سياسات تحسن المواطن ان كل يوم افضل من اليوم السابق، حتى لو تحمل بعض الاعباء، حتى لو احنا شفنا عمليه من التحكم او الرقابه او المراجعه على المواقف بتاعه الميكروباص، على النقل العام، يمكن على القرار او الفعل الواجب الان، يعني الواجب الآني ان تسيطر الحكومه على المواقف وعلى مسارات الخطوط وعلى سيارات الأجرة، ويبقى في تعريف معلنه للمسافات، ومصر كبيره جدا، مدن وقرى، يعني المسألة فين الشغل بقى بتاع الحكومة بقى؟ لابد أن تتواجد فيها المحليات ويتواجد فيها الشرطة ويتواجد فيها المرافق، حماية للمواطن طبعا، وحماية المستهلك أيضا، وفي نفس الوقت تقنع المواطن بأن هذا القرار سيؤدي إلى تحسين أحواله. يمكن لو حدثت الزيادة المنطقية الطبيعية الناتجة عن هذا القرار لن يتضرر منها المواطن على بصورة كاملة الإطلاق بإذن الله. أعزائي، يعني ربما قد مضى منا الوقت، لكن الحديث الخاص عن اللحظة الراهنة ومتغيراتها الاقتصادية وهذه الحزمة من القرارات الإصلاحية التي ترتقي بمصر إلى مصاف الدول التي تستطيع أن تحقق درجة على طريق تحرير الإرادة الوطنية هي بداية بالاستغناء عن معونات وعن دعم وعن سلف، وهي بداية أيضا لتحمل مسؤوليتنا لرد هذه المعونات ولرد هذه السلف إن أمكن لنا هذا بإذن الله في قابل الأيام. خلص الشكر والتحية أعزائي للخبير الاقتصادي الأستاذ حسام الدين ناصف، شرفنا بكم كثيرا. كل عام أنتم بخير يا فندم، وكل عام أنتم بخير. شكرا لك يا فندم. كل عام أنتم بخير أعزائي. دمتم كما تحدثنا في البداية عن لحظة التضحية والفداء والبناء في لحظة العبور، في لحظة 10 من رمضان، ويطيب لي أن أتحدث عنها في لحظة من لحظات شهر رمضان المبارك. لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم. وأول التعرض الإخلاص في الطاعة والعبادة والعمل من أجل مصر. لعمر ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق، وكما يقولونها في عصرنا ولكن أحلام الرجال تضيق. إلى اللقاء.